انت تعرف ان مصر عندها نووي من حرب 73؟ لو عاوز تعرف تابع الفيديو. في وثيقة باسم منتهى السرية أفرجت عنها وكالة الاستخبارات الأمريكية CIA في يوم 28 أغسطس سنة 2012، بتقول إن مصر حصلت على مساعدات نووية سنة 1973 مباشرة بعد حرب العبور. أنهوا مدة الحظر اللي فرضها قانون معلومات الأمن الأمريكي على وثيقة فضلت محفوظة في الملفات الأكثر سرية. الوثيقة عبارة عن تقارير استخباراتية بتبين امتلاك مصر لقوة ردع نووية محدودة من الاتحاد السوفيتي. المنصات والصواريخ الملحقة موجودة في منطقة حواليها حراسة أمنية مشددة قرب كهوف ترى. رصدوا عربيتين روس مموهين شايلين ذخائر صواريخ سكاد جاهزة للتركيب واستقبال رؤوس نووية محدودة نزلت فعلا في مطار القاهرة الدولي. الصاروخ الروسي المرصود مداه 160 ميلا جويا، وهو جاهز يشيل رؤوس نووية غير تقليدية، ووزنه 200 كيلو طن، وهو تهديد مباشر للمدن الإسرائيلية. وفي كلام إن الصواريخ وصلت قبل حرب 73 لمصر، بس فضلت سرية جدا، ودي الوثيقة الأمريكية. عشان كده الرئيس السادات قال في خطابه الشهير: أنا مستعد أروح للكنيسة الإسرائيلي. حينما تسمعني لا أقول أمامك أنني مستعد أن أذهب إلى بيتهم إلى الكنيسة ذات ومناقشتهم. ولما راح محدش قدر يعمل له حاجة، وحصلت معاهدة كامب ديفيد، وده خلى إسرائيل تفكر وتعمل حساب لمصر. ولما بتحصل حرب في فلسطين مصر بتتدخل وتوقفها، وإسرائيل بتخاف من قوة مصر. الله أعلم إيه اللي عند مصر حاليا من أسلحة خفية. لازم بلدك تبقى قوية، السلاح هيخلي ليك صوت وهيبة والكل هيخاف منك. كفاية أمريكا بتخاف من مصر وتعمل لها 1000 حساب. لو عجبك الفيديو أتمنى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. مستني دعمكم. سلام.